5 طرق تعمل فلوس وانت لسه طالب وهتمسك فلوس بجد. انت مش عليك مسؤولية، فالفلوس دي هتحتاج تخرج خروجة معينة او تسافر سفرية معينة او تشتري لابتوب او تليفون او تلبس لبس معين. بس لازم الاول نتفق ان الفلوس مش بتيجي من الهوا، سواء الطرق دي اونلاين او اوفلاين. لازم يكون في مقابل، خدمة تساوي الفلوس. الطرق كلهم مهمين، يفيدوك بشكل كبير تعمل منهم فلوس. انت مش عليك غير انك تسمع وتختار طريقة واحدة بس تركز فيها وخليك معايا. هدخل بالتقيل. اول طريقة والمجال اللي انتشر بسرعة وفرص انك تعمل فلوس كتيرة وهو فريلانسنج، العمل الحر. معناه انك بتقدم خدمة اونلاين والناس بتديك عليها فلوس، زي الفوتوشوب او المونتاج او الكوبي رايتنج او البرمجة. اي حاجة بتقدمها بتاخد فلوس عليها. وخلي بالك لازم تتعلم 2 ل6 شهور حسب المجال والكثافة اللي انت بتدرس بيها المجال. تنوية. لاستعجالك انك تكسب حاجة او تربح من غير مجهود ده بيوقعك في فخ النصب. خلينا واقعيين، لا يوجد شيء بلا مقابل، كل شيء بمقابل. انك تكسب فلوس من الهوا، انك تفتح البي سي او اللابتوب وتكسب فلوس، ده شيء باطل لان تتطلب تعلم زي اي شغلانه. فكرة ان الطلب على المجال ده عالي، وفي ناس كتير في المجال ده في امريكا بتكسب 10,000 دولار في الشهر الواحد. بس مش عايزك تتوقع الارقام دي، لو عملت 100 ل 200 دولار يبقى حلو جدا. ولو حابب نتكلم عن المجال ده اكتر اكتب لي في تعليق علشان مطولش عليك. تاني طريقة تعمل فلوس حلوة لو انت شاطر في اقناع الناس، تسويق بالعمولة. انك تدور وتبحث على منتج تسوق له وتكون الوسيط بين البائع والزبون. بعد ما الزبون يشتري بتدي البائع فلوسه وتاخد الفرق تحطه في جيبك. مثال، المنتج ب500 جنيه، سوق المنتج ب550 ولما تبيعه ب50 هتبقى بتاعتك. او حتى تتفق مع حد تعرفه قريب منك انك تسوق له مقابل مبلغ من المال، العمولة. وفي شركات عاملة الموضوع ده. ثالث طريقة، مجال فاتك نص عمرك والناس بتخاف منه، هي صناعة المحتوى. احنا في 2026، انت ازاي لسه منزلتش محتوى؟ سواء انت خايف او مكتوف او مش واثق من نفسك، الموضوع سهل. جهز الموضوع وافتح الكاميرا وابدأ صناعة المحتوى. هتعمل لك فلوس كتيرة قوي، بس عاوزة استمرارية. اهم حاجة محتواك يكون مفيد للبشرية وما يكونش بيضل الناس ويكون ذو قيمة. بعد ما تخلص الفيديو اكتب لنا انت هتشتغل ايه، ولو في حاجة انت هتشتغل احنا ما كتبناهاش او نسيناها اكتبها لنا في التعليق تحت. متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. رابع طريقة، المجال بيعمل كتير ومهمش، صناعة كورسات اونلاين. شوف ايه انت شاطر فيه او حتى الحاجة اللي انت اتعلمتها تكون مقيمة. ابدأ افتح الفيديو وجهز الكورس وابدأ عرف الناس بالكورس بتاعك وايه القيمة اللي هيضيفها لما يشتري. وانا لا اشك لو هي حاجة ذو قيمة الكورس ده هيتباع بشكل كبير، بس اهم حاجة تبقى شيء عليه اقبال من الناس عاوزين يتعلموها، وكمان ممكن تبيعها في المدرسة او الجامعة. خامس طريقة معروفة والكلام بديهي واصلا مش محتاجة كلام، هتحتاجها لو الطرق اللي فاتت مش نافعاك، بس ان شاء الله تبقى لقيت طريقة منه. انزل اشتغل او اعمل مصنوعات يدوية، اشتغل بنفسك، دي اسهل طريقة وكمان بيمسكك فلوس في اسرع وقت اللي انت عايزها. او اشتغل في المصنوعات اليدوية، البنات اللي بتحب تعمل اكسسوارات تعملها وتبيعها، او الرسومات، او الشباب اللي بيحبوا النجارة يعمل ديكور غرفة بالخشب او اي شيء مصنوع يدوي. الشغل مش عيب طالما حلال. عاوزك تشتغل مش اعلى حاجة تديك فلوس، الحاجة اللي تحبها وتحسها مناسبة ليك. الراحة في الشغل اهم حاجة طالما عندك حرية الاختيار، مش مجبر انك تشتغل. خلي بالك لازم تشتغل بضمير وتراعي ربنا في شغلك. في الخاتمة اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة. ولو وصلت حد هنا عرفني في كومنت واشترك في القناة، ولو عجبتك شجعنا بلايك. ما تنساش مع بعض اخليك الف.